أول أحداث الفيلم بتبدأ مع الشرطي فرانك، وفي الوقت ده فرانك كان بيمارس رياضة الجري زي ما هو متعود كل يوم. ولما بيرجع للبيت فرانك بيستعد علشان ينزل شغله، بس بيتصل ببنته سام، وسام بتبلغه إن عندها عرض للعزف على الجيتار والحفلة بتاعتها قربت. ففرانك بيطمنها وبيبلغها إنه هيكون موجود. ولما بينزل فرانك بيقابل صاحبه وزميله في الشغل دوج، وبيفضل دوج طول الوقت يتكلم مع فرانك وبينصحه إنه لازم يغير طريقته في الشغل لأنه بيعرض نفسه للخطر. بس فرانك بيعرفه انه بيعمل شغله كظابط شرطه، وان طبيعه شغلهم انهم يتعرضوا للخطر. وفي الوقت ده فرانك ودوج كانوا في اتجاههم للمينا علشان يقبضوا على مجرم اسمه جيمي. واول ما جيمي بيشوفهم بيعرف انهم شرطه، فبيحرك ايده علشان يخرج مسدسه، وساعتها فرانك بيهدده بسلاحه. بس جيمي بياخد واحد من العمال كرهينه، وفرانك بيهدد جيمي انه هيقتله. بس جيمي بيستغل الفرصة وبيرمي الرهينة وبيطلع يجري، وفرانك من غير ما يفكر بيجري وراه وبيفضل يعد طلقات الرصاص اللي في خزنة مسدس جيمي لغاية لما بيتأكد ان مسدسه بقى فاضي. وفرانك بيفضل يلاحقه لحد ما بتيجي عربية من عربيات الشرطة وبتخبط جيمي وفرانك في نفس اللحظة. وبتعدي فترة من الوقت بنعرف ان فرانك فقد حاسة السمع بسبب الحادثة اللي اتعرض لها، وانه حاليا بيستخدم سماعة خارجية علشان يقدر انه يسمع من خلالها. وبنعرف ان حاليا فرانك بقى يشتغل في الاعمال المكتبية وما بقاش ينزل مهمات في الشارع، والموضوع ده بيكون مؤثر على نفسيته جدا. وفي الوقت ده سام بنته بتتصل بيه فيديو كول وبتفضل تكلمه بلغة الإشارة، بس فرانك بيبلغها انه سامعها لأن السماعة مشحونة وشغالة. بس ده ما يمنعش انه يتعلم لغة الإشارة علشان لما السماعة تفصل يقدر يتواصل مع اللي حواليه. وسام بتكون عايزة تتأكد منه ان هيجي الحفلة بتاعتها، بس فرانك بيقول لها انه مش هيقدر يجي، وده لانه مش هيعرف يتعامل مع كل اللي حواليه، ده غير ان السماعة اللي معاه مش مستقرة وبتعمل صوت زنة وبتضايقه. وفجأة هو بيتكلم معاها بيحصل صوت زنة كبيرة جدا في ودانه، وده اللي بيخليه يرمي السماعة ويفصل المكالمة. وبعد ما فرانك بيخلص شغله بيروح للدكتورة بتاعته علشان يقول لها على الشكاوي اللي بيمر بيها. وساعتها الدكتور هتطلب منه انه يصبر لانه مع الوقت هيتعود على السماعة، وكمان بتديله تدريبات على لغة الإشارة علشان تسهل عليه انه يتكلم مع اللي حواليه. وتاني يوم فرانك بيكون قاعد في بار، وساعتها بيجيله صاحبه دوج، وساعتها دوج بيبلغه انه مفتقده وانه جاي علشان يبلغه انه محتاجه في مهمة، وبيقول له ان في جريمة قتل حصلت وان في شاهدة صورت اللي حصل فيديو. بس المشكلة ان الشاهدة دي مش بتقدر تتكلم ومحدش قادر انه يتواصل معاها. فبيقول له فرانك انه مش مترجم وانهم يقدروا يستعينوا بحد متخصص في لغة الصم والبكم علشان يساعدهم اكتر. بس دوج بيقول له ان المترجم اللي جابوه اعتذر وان مفيش وقت يدوروا على حد تاني لانهم لازم ياخدوا اقوال الشاهدة في اسرع وقت، وده لان الجريمة اللي تمت كانت بين تجار مخدرات وانهم لازم يتحركوا فورا. وفعلا بيروحوا هما الاتنين على المبنى اللي ساكنة فيه الشاهدة، والشاهدة بيكون اسمها ايفا. وفي الاول فرانك مش بيعرف يوصل لها انه ضابط شرطة، وده لان لغة الاشارة بتاعته لسه ضعيفة، وده اللي بيخلي الشاهدة خايفة منهم وما كانتش عايزة تدخلهم. بس بيقدر فرانك انه يشرح لها انهم جايين يسمعوها وبيطمنها ان اسمها مش هيجي في التحقيق. وفعلا ايفا بتوري الفيديو اللي صورته لجريمة القتل اللي حصلت في الشارع. فساعتها دوج بياخد منها التليفون وبيسأل فرانك اذا كان يعرف حد من المجرمين اللي في الفيديو، بس فرانك مش بيتعرف على ولا واحد فيهم. وساعتها دوج بيسألها عن سبب وجودها في مكان الجريمة، بس ايفا بتقول له انها كانت بتتمشى وبالصدفة شافت اللي حصل، وبتفضل تأكد عليهم ما يجيبوش سيرتها في اي حاجة في التحقيقات، وده لانها خايفة. وساعتها دوج بيوعدها ان اسمها مش هيجي في التحقيقات، بس لازم ياخد التليفون بتاعها منها علشان يفرغوه. وبعد الموقف ده بيمشي فرانك لوحده، بس في الطريق فرانك بيلاحظ ان البطارية بتاعت السماعة بتاعته ضعفت ومحتاجة انها تتشحن. ولما بيدور في جيبه على تليفونه بيتفاجئ ان النساء عند ايفا، فبيقرر انه يرجع يجيبه. وفي نفس الوقت ده التلاتة اللي كانوا في الفيديو اللي صورته ايفا واللي بنعرف انهم من اكبر عصابات المخدرات في المدينة والقائد بتاعهم اسمه لينش، وهم بيتحركوا وبيروحوا على بيت ايفا. وساعتها بيدخلوا يكتفوها وبيهددوها انهم هيخلصوا عليها. وايفا بتكون خايفة جدا ومش عارفة تعمل ايه ولا حتى عارفة انها تصرخ وتطلب المساعدة من اي حد. بس لينش بيفضل يشاور لها وبيحاول انه يسألها اذا كان معاها نسخة تانية من الفيديو ولا لأ، وايفا بتشاور له انها معاش نسخة تانية. وبعد ما بيتأكد منها بيقول لواحد من رجالته انهم ياخدوها ويحطوها على الكنبة علشان يخلصوا عليها. وفي الوقت ده بيكون فرانك وصل للمبنى، ولما بيطلع بيعدي من قدام شقة ايفا فبيلاقي في واحد مستني على باب الشقة، وده اللي بيخليه يعرف ان في حاجة غلط بتحصل علشان كده بيعمل نفسه معدي بس.
ومش داخل الشقة، وبيكمل طريقه لحد ما بيخرج من سلم الطوارئ وبيوصل لشباك شقة إيفا. وساعتها بيشوف العصابة معاها وبيكون عايز يقتحم الشباك وينقذها، بس بيكون خايف لأن معاهم مسدسات، علشان كده بيستنى وبيفضل يراقب لحد ما بيشوفهم وهم ماسكين إيفا وكانوا عايزين يدوها حقنة. ولما بيبص على الترابيزة بيشوف مسدس واحد منهم، فساعتها بيكسر الإزاز وبيدخل ياخد المسدس وبيفضل يضرب نار عليهم وبينجح إنه يسيب واحد منهم. وساعتها بياخد إيفا وبيهرب. وساعتها لينش بيقول لرجالته إنهم يدوروا عليهم في كل مكان ويخلصوا عليهم. وساعتها فرانك وإيفا بيكونوا دخلوا شقة من الشقق اللي في المبنى واستخبوا فيه، والمبنى بيكون كبير جدا وفيه شقق كتيرة، وده اللي بيخلي العصابة مش عارفين هم فين بالظبط. وفي الوقت ده بتفضل إيفا تسأل فرانك إن إزاي العصابة عرفت مكانها، فبيأكد لها إن في حد في الشرطة شغال معاهم وهو اللي قال لهم على مكانها، وبيعرفها إنه عرف من دوج إنها ساعة الجريمة كانت رايحة تشتري مخدرات، وبيقول لها إنه لما دخل الحمام عندها شاف فيه المخدرات اللي هي كانت مخبياها. فساعتها إيفا بتضطر تعترف له وبتقول له إن اللي اتقتل قدامها ده كان التاجر اللي هي كانت بتشتري منه، وده ما يمنعش إن في النهاية هي جريمة قتل وكانت لازم تبلغ عنها. فبيقول لها فرانك إنها عملت اللي عليها، بس المهم دلوقتي إن هم يخرجوا من المكان اللي هم فيه. وفي نفس الوقت ده بنشوف لانش وهو بيتكلم مع كل رجالته وبيأمرهم إنهم يحاصروا المبنى ويدوروا في كل الشقق اللي في المبنى لحد ما يلاقوهم ويخلصوا عليهم. وبعدها لانش بيروح لواحد من رجالته اللي اتصابوا وبيطمنه انه هيعالجه، وساعتها بيتصل على صاحب ليه وبيقول له يبعت له ممرضة على البيت لانهم مش هينفع يروحوا مستشفى. وفعلا بعد شويه بتيجي ممرضه وبتقول لهم انها مش عايزه تعرف اساميهم ولا يتكلموا في الشغل قدامها، ولا انها عايزه تعرف اي معلومات شخصيه علشان يكونوا كلهم في امان. وبتبدا بعدها تعالج الشخص المصاب وبتخرج منه الرصاصه. ومن الناحيه التانيه بيكون فرانك اتفق مع ايفا انه يروح يدور على اي مخرج ليهم علشان يخرجوا من المبنى، وفعلا بيسيبها وبيخرج علشان يشوف ممكن يعملوا ايه. بس في الوقت ده ايفا بتشوف ان في 2 من الشرطه وصلوا عند المبنى، فساعتها بتطمن وبتفضل تشاور لهم، وده علشان يشوفوها وتطلب منهم المساعده. بس بتتصدم لما بتلاقيهم بيسلموا على واحد من افراد العصابه وبيدخلوا مع بعض المبنى. ولما بيرجع فرانك بتقول له على اللي حصل وان في ناس من الشرطه شغالين مع العصابه والواضح انهم بيساعدوهم. فبيقول لها فرانك ان كده الوضع بقى خطر وانهم لازم يخرجوا من هنا بسرعه، وبيتحركوا هما الاتنين مع بعض. بس في الوقت ده السماعه بتاعت فرانك بتفصل ومش بيكون سامع اي حاجه بتحصل حواليه. فساعتها بيبلغ ايفا انه مش هيكون مفيد ليها في اي حاجه، وده لانه مش سامع اي حاجه. بس ايفا بتقول له انها هتساعده وانهم هيفضلوا هما الاتنين مع بعض وانها متعوده انها تكون مش سامعه طول الوقت. وساعتها بيروحوا هما الاتنين على الاسانسير وبيكون في تليفون جوه الاسانسير، فبيتصلوا على الطوارئ وفرانك اللي بيفضل يتكلم وبيبلغ على الحاله اللي هم فيها. بس الموظفه اللي بترد عليه بتقول له ان يستنى معاهم لحظات وان في حد هيرد عليه. بس فرانك طبعا مش بيكون سامع اي حاجه وبيفضل يقول لها على المبنى اللي هم فيه وانه شرطي وانهم محبوسين، وبيطلب منها انها تبلغ دوج علشان يتصرف. وبعدها بيخرجوا من الاسانسير وبيكونوا فاكرين انهم قدموا البلاغ وان المساعده جايه في الطريق. واول ما بيوصلوا للطرقه بيتفاجئوا بناس من العصابه بيضربوا عليهم نار، فبيهربوا هما الاتنين بسرعه وبيفضلوا يجروا وبيدخلوا اي شقه علشان يستخبوا فيها. وبالصدفه بتطلع دي نفس الشقه اللي بيتعالج فيها الشخص المصاب، واول ما بيدخلوا بيهددوا فرانك بالسلاح. بس في الوقت ده بتيجي الممرضه وبتمسك ايفا وبتهدد فرانك انها هتقتلها لو ما رماش المسدس اللي في ايده. فبيضطر فرانك ان يرمي المسدس على الارض. بس فجاه الممرضه بتقول له انها كده في امان وانها لازم تمشي لانها مش عايزه تدخل نفسها في مشاكل، وفعلا بتمشي. وده اللي بيخلي فرانك يروح على انجل المصاب علشان ياخد منه التليفون بتاعه ويكلم من خلاله دوج. بس ساعتها انجل بيمسك لاسلكي وبيكلم لانش وبيقول له انهم عنده في الشقه. فساعتها فرانك بيهجم عليه وبيضربه على دماغه وبيخليه يفقد الوعي، وبياخد ايفا وبيهرب بسرعه وبيكون اخد تليفون انجل معاه. وبعدها بيوصلوا على شقه تانية وساعتها بيكلم دوج فيديو كول، وبيفضل فرانك يعرفه ان السماعه بتاعته فصلت وانه يتكلم بالراحه علشان تقدر ايفا تقرا لغه الشفايف وتعرف ايه اللي بيتقال. وبيبدا فرانك يحكي له على كل حاجه حصلت وانهم محبوسين في المبنى دلوقتي، ودوج بيساله اذا كان عرف اسمائهم او مواصفات حد منهم. بس فرانك بيقول له انه لسه ما عرفش اي حد منهم لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت ده لانش كان بيطمن على انجل وبيعرف انهم اخدوا تليفونه. فساعتها الشرطيين اللي شغالين معاهم بيقول لهم انهم يعملوا تتبع للتليفون ويعرفوا مكانه فين بالظبط. وبعد شويه فرانك وايفا كانوا بيتكلموا مع بعض وبيفتكروا ان في حد بيحاول يفتح الباب، فبيهربوا بسرعه وبيخرجوا من الشباك وبيفضلوا يجروا
بيجروا من سلم الطوارئ، وده علشان يهربوا منهم. لحد ما بيفكر فرانك هم ازاي عرفوا مكانهم، وبيفتكر ان معاهم تليفون انجل، علشان كده بيقرر يسيبه على السلم، وبيجري هو وايفا وبيروحوا على شقة تانية وبيستخبوا فيها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية. وساعتها ايفا بتسأله عن اللي حصل له، فبيقول لها انها كانت حادثة ودمرت له حياته بالكامل. بس ايفا بيكون عندها رأي تاني، وده لان حياته لسه زي ما هي، وان اللي اتغير حاجة واحدة بس، وانها تعتبر بسيطة. فساعتها فرانك بيقول لها انه مبقاش قادر يحضر حفلات الجيتار مع بنته، مع انه هو اللي كان بياخدها للدروس دي وهي صغيرة. بس اثناء ما كانوا بيتكلموا بيشوفوا ان دوج وصل، بس بيكون لوحده، وده اللي بيخلي فرانك يخاف عليه، وبيخمن ان كده ممكن يتعمل له كمين من العصابة، فبيقرر ان لازم يلحقه. فساعتها بياخد ايفا وبيروحوا عند الاسانسير، وبيقدر انه يفتح الباب بتاعه، وبيحط حديدة علشان الباب ما يقفلش. وبيقول لها فرانك انهم هينطوا ويمسكوا في سلم الطوارئ، بس المسافة بتكون بعيدة جدا وايفا بتكون خايفة. فبيحاول فرانك انه يطمنها، وبيقول لها انه هينط هو الاول. بس فجأة بيجي شرطي من اللي شغالين مع العصابة، وبيطلب من فرانك انه يسلم نفسه. فساعتها فرانك بيقول لايفا انها تنط بسرعة، وفعلا ايفا بتنط وبتمسك في السلم. وساعتها فرانك بيتخانق مع الشرطي، بس بيقدر فرانك انه يوقعه من على سطح الاسانسير. وفي الوقت ده العصابة بيسمعوا كل اللي بيحصل، وبيفضلوا يدوروا على فرانك وايفا في كل مكان، لحد ما بيقدر فرانك انه يفقد الشرطي الوعي، وبياخد منه المسدس بتاعه، وبينزل على السلالم هو وايفا وبيهربوا. وبيفضلوا يتسحبوا هما الاتنين لحد ما بيلاقوا واحد من العصابة موجه المسدس بتاعه ناحية دوج، وبيطلب منه انه يسلم نفسه. فبيقرب فرانك بحذر علشان ينقذ صاحبه، بس فرد العصابة بيشوفه وبيقول له انه لو اتحرك هيخلص عليه. وساعتها دوج بيطلب من فرانك ان يسيب المسدس ويسلم نفسه علشان ما يموتش، وفعلا فرانك بيعمل كده. بس فجأة بيشوف ان دوج بياخد المسدس من على الارض، وبيعتذر لفرانك. وساعتها بيقول له ان كان المفروض انه ما يرجعش المبنى تاني. وساعتها فرانك بيتصدم لما بيعرف ان صاحبه شغال مع العصابة، بس دوج بيفضل يقول له انه اختار انه ينقذ عيلته ويساعدهم بالفلوس. وساعتها دوج بيلومه انه رجع للمبنى تاني لانه بالشكل ده عرضه للخطر وخلاه يكشف نفسه. وفي الوقت ده بيوصل لانش وبيشكر دوج، وبيطلب من رجالته انهم ياخدوا ايفا ويدوها الحقنه ويخلصوا عليها، وان هو هياخد فرانك لمكان تاني. وساعتها دوج بيفضل يتكلم معاه لانهم كانوا عايزين يقتلوا فرانك، بس دوج بيقول لهم انه صاحبه وانه ما ينفعش انهم يقتلوه، علشان كده بيعرضوا على فرانك فلوس مقابل انه ما يتكلمش. بس فرانك في الاول بيرفض وبيقول لهم انه مش هيعمل كده. وساعتها لينش بيهدده وبيخيروا ما بين انه ياخد الفلوس ويسكت او ان هم يخلصوا عليه. فساعتها فرانك بيوافق، بس بيطلب منهم انهم يزودوا المبلغ، وفعلا بيوافقوا وبيتحركوا كلهم وبيروحوا عند الاسانسير. بس فرانك بيفضل يحسب الوقت اللي الباب هيتقفل فيه، وساعتها بيقدر يخطف مسدس واحد من العصابة، وهو بيخرج قبل ما الباب بيقفل بثانية واحدة علشان يكون هو بره وباقي العصابة جوه الاسانسير، وبيقدر انه يفلت منهم. وساعتها على طول بيتحرك على المكان اللي فيه ايفا، وبيقدر انه يديها حقنه تانية من اللي كانت قدامه في الصيدليه، وبيقدر يخليها تفوق. وبعدها بياخدها وبيهرب بسرعه، وبيروحوا على شقتها، وبيقول لها انها تمسك المسدس وتفضل موجهاه ناحيه الشباك. وساعتها فرانك بيروح يجيب ورق وبلاستيك وبيعمل حريقه قدام الباب، ولما بيقرب لينش من الشباك بتفضل ايفا تضرب عليه نار. فساعتها بيخاف وبيرجع بسرعه، وبيكلم باقي العصابه على اللاسلكي، وبيقول لهم انها لسه عايشه وانها كانت هتقتله. وبعدها ايفا وفرانك بيعملوا فتحه في الحيطه بتاعه الشقه، وساعتها لانش بيدخل وبيشوف الفتحه اللي عملوها، وساعتها بيدخل راسه في الفتحه علشان يشوف هما فين. بس فجاه بيرموا عليه بنزين وبيدخل في عينه، وبيهربوا هما الاتنين بسرعه، وبيفضلوا يجروا لحد ما بيلاقوا نفسهم دخلوا في استوديو وفي سماعات كبيره. وفي الوقت ده لانش بيكون بيجري وراهم وبيطاردهم، ولما بيقابل دوج بيفضل يتخانق معاه وبيقول له ان هو السبب ولازم يخلص على فرانك. ولانش بيكون متضايق جدا لان البنزين دخل في عينه وخلاه مش شايف. وبيبداوا هما الاتنين يدوروا على فرانك وايفا لحد ما بيقدروا يوصلوا للاستوديو اللي هما مستخبيين فيه. واول ما بيدخلوا ايفا بتشغل المزيكا باعلى صوت، وده اللي بيخلي دوج ولانش مش سامعين اي حاجه وحاسين بتشويش. وبسبب ان لانش مش شايف كويس بيضرب نار بشكل عشوائي على اول حد يخرج من اوضه قدامه، وبنكتشف انه كان دوج. بس لانش مش بيهتم وبيقول له انه يستاهل. وفي الوقت ده ايفا بتحس بمضاعفات بسبب حقنه المخدر اللي اخدتها وبتقع على الارض. ولما بيدخل لانش بيلاقيها على الارض، فبيروح عندها علشان يتاكد انها ماتت. بس في الوقت ده بيجي فرانكو وبيضربه على دماغه علشان يفقدوا الوعي، وبيسيبه في الشقه اللي بتتحرق، وبياخد ايفا وبيهرب بسرعه من المبنى. ولما بينزل تحت بيلاقي عربيات اسعاف ومطافي، فساعتها بيطلب من المسعفين انهم يعالجوا ايفا بسرعه لانها هتموت. وفعلا الاسعاف بتاخدها علشان تعالجها، وبتعدي فتره من وقتها. وساعتها بنشوف سام بنت فرانك وهي بتعزف في الحفله بتاعتها، وبيكون فرانك قاعد في الحفله بيتفرج عليها وهو مبسوط.
وبيكون معاه ايفا، وبيكون الاتنين فرحانين وبقوا دلوقتي مع بعض، وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش انك تعمل اللايك وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في التعليقات، واشوفكم في ملخصات تانية. سلام.